علينا أن نحيي الأبطال من فدائي صدام، علينا أن نحيي الجميع ونقول لهم أفية عافية وألف عافية. العراق وعراق القائد المؤمن المجاهد صدام حسين، عراق الجهاد، عراق الأمة العربية، عراق الإسلام، عراق العالم الإنساني. ولكن دعنا نستذكر من كلمات سيد الرئيس صدام حسين في خطابه اليوم، يعني في الذكرى 82 بتأسيس جيش العراق، والذي أطلق عليه سيادته منذ خطاب سيادته في العام الماضي، جيش فلسطين وجيش الأمة. أما مقارنتك يا أختي بيننا وبين السيد مقتدى لا 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 لا، بها نقطة نظام مثل ما نقول.